دلوقتي انا عايزه اعمل الفيديو ده علشان كان في بنات كتير جدا بتقعد تسالني على فكره السفر بره للدراسه وكده. الناس اللي ما تعرفش، انا بدرس في جامعه ساوثهامبتون سولند في مدينه ساوثهامبتون في اليوكي. وكل الفكره من البيج دي هي ان انا عايزه اشجع البنات ان هم يعملوا اللي هم عاوزينه، يعني بطريقه productive وكل حاجه، وهم ما يخلوش اي نوع من القيود من المجتمع هي اللي تقف قدامهم. لو ده السبب الوحيد، ده اللي انا ضده تماما. مهم، فعندي كام نقطه هنا عايزه اتكلم فيهم وكتبتهم يعني عشان انا بخرج عن الموضوع كتير. بس ففي حاجات عايزه اعلق عليها. اول حاجه هي الفكره السائده بتاعه البنت اللي بتسافر لوحدها بتمشي على حل شعرها. مبدئيا هو الناس اللي بيبقى عندها العقليه دي بتبقى شايفه ان البنت محتاجه حد قاعد معاها علشان يتحكم في افعالها ويقول لها تمشي ازاي وكده، على اساس ان هي ولا عندها دماغ ولا عندها عقل تفكر بيه ولا تعرف تفرق ما بين الصح والغلط. فلو انت عايزه تسافري بجد، ملكيش دعوه بكلام الناس وملكيش دعوه بالمجتمع. انت مش مسافره عشان تدرسي علشان المجتمع بتاعك، انت مسافره لنفسك عشان انت شايفه ان ده كويس لمستقبلك او ايا كان، بس انت مش بتعملي كده عشان المجتمع. دي اهم حاجه. اوكي. تاني حاجة دايما بتسألها هي فكرة ان انا مسافرة لوحدي وكده، لو دي حاجة بتخوفني. هي اكيد طبعا بتخوفني، بس مش عشان اللي هو ايه ده انا بنت وهعمل ايه لوحدي ومش عارفه ايه كده، بس من ناحية ان انا كشخصية، يعني شخصيتي انا هي ان انا بعتمد جدا على اهلي في حاجات كتير. وان انا متعودة ان انا دايما اللي هو برمي كل حاجة عليهم كده. فالموضوع كان مخوفني ان انا مسافرة هنا جايه لوحدي، اللي هو ايه ده، طب هضطر ان انا بقى اظبط بادجت ومش عارفه ايه، في مسؤوليات كتير بتيجي ان انت تبقي عايشه لوحدك. فالموضوع متوقع جدا وطبيعي تماما، وانا داخله في 19 سنه يعني، فاللي هو المفروض ان انا مش طفله خلاص. فبس عايزه اوضح ان لولا ان انا جيت هنا، لولا ان انا مريت بالتجربه دي او بمر بيها دلوقتي، هي دي الحاجه اللي غيرتني للأحسن أو كبرتني. أنا حاسة إن أنا اتغيرت بطريقة كويسة، حاسة إن أنا بقيت مستقلة أكتر، بقيت حاسة إن أنا ممكن أجرب حاجات تانية أكتر. يعني ما بقيتش أخاف إن أنا أجرب حاجة أنا خايفة، يعني ما بقيتش أخاف من أي تجربة، اللي هو ببقى دايما حاسة إن أنا عايزة أجرب ده وعايزة أعمل ده وعايزة أعمل كده. فلولا إن أنا سافرت، لولا إن أنا جيت هنا، مش حاسة إن أنا كان هيبقى عندي نفس التغيير ده في المرحلة القليلة دي من الوقت. يعني أنا هنا مثلا أنا هنا من شهر أكتوبر، وإحنا دلوقتي في شهر 4. فيعني دي بالنسبه لي فتره قصيره ان انت تتغير يعني للدرجات دي. يعني انا حاسه ان انا فعلا بقيت اقوى، حاسه ان انا بقيت انشف كده، حاسه ان انا لا بعرف افكر لنفسي، بعرف اقرر ايه صح وايه الغلط، ايه اللي ينفع دلوقتي، ايه اللي ما ينفعش. طبعا بغلط كتير وبقع في مشاكل كتير جدا، بس يعني بتعلم منها. هي دي كل الفكره من التجربه دي. كل الفكره ان انت لازم تطلعي من الكومفورت زون بتاعتك. بصي، لازم هتجيلك مرحله هتطلعي من الكومفورت زون بتاعتك، لان لو ما طلعتيش منها دلوقتي مش هتحسي ان انت، يعني هتفوتي على نفسك فرص كتير من الاخر. هتحسي اللي هو بتضيعي كده تشانسز كتير ان انت تسافري وان انت تجربي حاجه مختلفه وتجربي حاجه جديده ومش عارفه ايه والكلام ده كله. فانت لو هتطلعي من الكومفورت زون بتاعتك، هي دي اول خطوه ان انت تعملي اي حاجه انت عاوزاها. يعني انا قبل ما اسافر انا كنت حاسه اللي هو الله ايه ده، سافر مش عارفه ايه كده، بس يعني اول لما جيت هنا وبتاع كنت كل اللي في دماغي هو ان ايه ده، انا همشي عايشه زي لوحدي مش عارفه ايه، وانا مش مستريحه، ولازم اهلي ولازم مامتي تبقى معايا ومش عارفه ايه وكده. ربنا يخليها لي كل حاجه، ربنا يخلي لي اهلي وبتاع، بس لو انا محتاجه ان انا ابعد علشان افهم ان خلاص، عشان يعني يجيلي فرصه ان انا اكبر، يجيلي فرصه ان انا ابقى ماتشور اكتر، ان انا خلاص يعني انا مش طفله، انا هعتمد على نفسي، انا هشتغل لوحدي، هعرف ان انا احدد اولوياتي، هعرف ان انا اعمل اي حاجه لوحدي. يعني التجربه دي نفسها بتحسسك ان انت عندك بوتنشال، ان انت ممكن تعملي اي حاجه. مش بهزر بجد. دي ممكن الناس تحس ان انا ببالغ، بس فعلا انا كشخصيه اتغيرت جدا في الكام شهر دول. حاسه ان انا بقيت اقوى كده وانشف، بقيت لا يعني بقيت افهم اكتر، بقيت يعني في اختلاف كده حصل بطريقه كويسه يعني. طبعا في فروق ما بين المجتمعين ومفيش حد ما بيتغيرش. انا عارفه ان انا اتغيرت، واللي هو مش فكره بس بقيت اقوى والكلام ده كله، بس طبعا اتغيرت طبعا من الشخصيه، ودي حاجه طبيعيه جدا. يعني مفيش حاجه اسمها ان حد هيروح في اي حته يختفي لفتره معينه في وسط مجتمع مختلف تماما وما يتغيرش وما يتاثرش بيهم. بس في الاول وفي الاخر انا بني ادم وبعرف افكر وعندي عقل وبعرف افرق ما بين الصح والغلط. ف
باخد من المجتمع اللي انا فيه الحاجات الكويسه وبسيب الحاجات الوحشه. الناس طبعا كلها يعني في اختلافات طبعا ايه الصح وايه الغلط وكده، بس في حاجات معينه يبقى معروف منها ايه الصح وايه الغلط. في حاجات مش كويسه في المجتمع اللي انا فيه، وفي حاجات مش كويسه في المجتمع الشرقي برضو. يعني مفيش مجتمع مماثل، مفيش حاجه بيرفكت. كل المجتمعات فيها حاجه غلط زي ما فيها حاجات صح وكويسه. فده ما يكونش سبب يمنعك ان انتي تسافري، ما يكونش سبب ما يمنعك ان انتي تخوضي في التجربه دي مش حاجه وحشه خالص. بالعكس، انت لما بتشوفي الوحش هنا وبتشوفي الوحش هنا بتتعلمي. الحاجات دي كلها بتكونتريبيوت لان انتي بتتحولي لشخص اكبر وعندك خبره اكتر، ودي بتبقى ادفانتج ليكي عن ناس بتبقى بتدرس في البلد وكده. هو الحمد لله في الاول وفي الاخر اللي مكتوب له يعني يدرس في البلد بيبقى خير، واللي مكتوب له يسافر خير. كله خير من عند ربنا. بس لو حصل وسافرتي فانتي يعني بتتعلمي اكتر، او مش عارفه، او بتتعلمي حتى، يعني بتبقى تجربه مختلفه بطريقه كويسه، مش بس حاجه اكاديميك اللي هو جامعه ومرحله جديده وبتاع. بس انتي مرحله جديده رايحه مكان مختلف تماما، عمرك في حياتك ما جيتي هنا قبل كده، هتعيشي هنا، هتتعاملي مع الناس هنا. يعني الموضوع فعلا بيفرق في شخصيتك، بيكبرك كده. فكره الايموشنال ستيت بتاعتي، هو الموضوع مش سهل خالص طبعا ان انا يعني اكون بعدت عن اهلي واصحابي، وسبيشالي اهلي لان انا قريبه جدا لاهلي. وجات لي فترات كتير جدا كنت حاسه ان انا فعلا ان انا مش هقدر اكمل، ان انا بفكر يعني بسيريسلي كونسيدر ان انا ارجع في تاني سنه، وان انا خلاص لا انا هدرس في مصر وخلاص، وانا مش قادره استحمل هنا، انا قاعده لوحدي، مسؤوليات كتير، البريشر مش طبيعي. والكورس اللي انا بدرس صحافه واعلام هنا، الكورس هنا مش سهل خالص، في كميه اسسمنتس، كميه ديدلاينز، بجد يعني بنتبهدل في الكورس هنا. فالموضوع مش سهل خالص، ومريت بلحظات كتير جدا كنت حاسه ان انا مش هقدر اكمل، ان انا مش قادره. بس فعلا يعني تاني الحاجات دي كلها بتعلمك انت تبقي شخص اقوى. وطبيعي جدا هتمري باللحظه دي حتى لو انت في مصر، لان برضو تبقى كلها فكره في البريشر وفكره في الريسبونسبيلتيز اللي عليكي والكلام ده كله، فما تخليش ده يقف برضو قصادك. يعني كل الفكره انا عاوزاكوا اللي هو انت لو عايزه تسافري سافري، مفيش مشكله. ايه المشكله ان انت تسافري؟ ادرسي، اسمه ايه ده، ذاكري كويس، يعني اعملي مجهود وكل حاجه، لان فعلا هتبقى worth it في الاخر. وما تخافيش من حاجه، وما تخليش اي حد يقف قدامك بسبب حاجات في المجتمع، والناس هتقول ايه والناس مش هتقول ايه. انت مش بتعملي كده للمجتمع، انت بتعملي كده لنفسك. انت مسافره تدرسي لنفسك عشان انت شايفه ان ده احسن لمستقبلك. ما تخليش حد يقف قصادك، وماشي في obstacles وكل حاجه وفي مشاكل، بس ما تخليش ده سبب يمنعك ان انت تجربي الموضوع ده، لان فعلا التجربه worth it.